يا صباح الورد والفل والياسمين على أصحاب الغاليين. النهاردة هنتكلم مع بعض عن كريم موس ميبيلين وتجربتي معاه. هو عبارة عن فاونديشن وباودر الاتنين مع بعض بس بنسب مختلفة. واللي عجبني في ميبيلين دريم مات ان النوع ده مش فاونديشن وباودر بس، وفي كمان برايمر، يعني مش بيغنيكي عن خطوتين اتنين، لا ده انتي كمان مثلا بدل ما تحطي فاونديشن وباودر لا، وكمان بيغنيكي ان انت تحطي برايمر. فخلي بالك ان انت لما بتيجي تشتري في نوعين من الكريم، في نوع مفيش فيه برايمر ونوع تاني فيه برايمر، بس اللي انا جربته ده فيه البرايمر فحبيته جدا جدا. التغطية بتاعته عالية، مش قادرة اقول لكم ازاي. انتي بتحطي منه حاجة بسيطة جدا، ناعم قوي، مش قادرة اقولك قد ايه. هو المفروض للبشرة الدهنية، بيدي لوك مات حلوة قوي. انا درجت فيه 12، لكن انا دايما بقول لما تيجي تشتري لازم تجربي الكريم على وشك مش على ايدك علشان تختاري الدرجة صح. بصراحة جميل جدا، ولو انتي بنوتة وبتبدأي ان انتي تشتري مكياج لأول مرة والميزانية بتاعتك محدودة ولا حاجة، هفضلك حاجة زي كده، لأنه هيغنيكي عن 3 خطوات، فاونديشن وباودر وبرايمر مع بعض. هيبقى حلو معاكي في الصيف، قعد معايا من 5 ل6 ساعات، حلو قوي. الكفر بتاعه تحفة. بالنسبة للدمج بتاعه بقى، بيبقى حلو بالفرشة وحلو كمان بالبيوتي بلندر، بس أنا عن نفسي بفضل البيوتي بلندر. بس خدي بالك بعد ما تحطيه على وشك ما ينفعش تحطي طبقة تانية خالص بعد كده، لأن هو طبقة واحدة بس. اظبطيها من أول مرة علشان ما تحطيش عليها تاني. ولو انتي جربتيه قوليلي رأيك فيه. وهقولك بقى نصيحة من عندي، النصيحة دي أنا هقولها لك، نصيحة جميلة قبل ما تستخدميه، أنا بعملها عن نفسي. اول حاجه تستخدمي الغسول بتاعك، اغسلي وشك كويس جدا باي غسول عندك، وبعدين اعملي سكراب لوشك باي مقشر عندك. ولو ما عندكيش سكراب ممكن تستخدمي سكر مع ليمون او سكر مع اي كريم مرطب او اي زيت جوز هند او زيت زيتون، ودلكي وشك برفق. وبعد كده اغسلي وشك بميه فتره، وامسحي وشك وحطي تلجايه او ميه ورد علشان تقفلي المسام بتاعته. وبعد كده هتلاقي وشك ناعم جدا، وبعد كده حط الكريم بتاعك وحلو قوي. مميزاته ايه؟ رقم 1 بيداري المسام بتاع وشك وشكله طبيعي قوي. تاني حاجة تأثيره حلو على البشرة، وخصوصا في الصيف بيخلي بشرتك حلوة وناعمة وكمان ثابت على البشرة. وممكن تثبتيه بلوس باودر عندك، هيثبت وقت كبير قوي. ميد ان نيويورك، مستورد يعني، وده من افضل الخامات اللي انا جربتها لكريم اساس. وده الشكل الجديد بتاعه. وكان ليه اصدار قديم قبل كده. ولو انتي عايزة تعرفي الأصلي من التقليد، الأصلي بيبقى فيه برشام كده من الجنب. ممنوع تشتري العلبة وهي مفتوحة خالص، العلبة المفتوحة دي مش الكريم الأصلي. بيبقى فيها برشام قافل عليها كده من الجنب، زائد العلامة التجارية بتاعتها، بتبقى تحت العلبة كده. وجماله بقى إنِّك بتحطّي منه كأنه وشِّك الأصلي مش بيبان خالص، زائد إن العبوة بتقعد معاكِ وقت كبير جدًا. السعر بتاعه من 160 فأكتر، يعني أنا جِبت عبوة ب160 ورجعت جِبت عبوة تاني ب170. جميل جدًا وتحسّي إن هو طبيعي على البشرة، وأنا هاجرّب لكم على إيدي دلوقتي زي ما أنتم شايفين، ما تحسّيش إن أنتِ حاطّة حاجة over على بشرتِك. بس لازم تجيبيه من مصدر موثوق منه علشان يكون أصلي. اوعي تشتري التقليد بالشكل ده. زي ما انتم شايفين الفرق، فرق بجد جميل، وتحس ان هو طبيعي على بشرتك خالص. وده شكل الكريم يا حبايبي من جوه، وده لونه. هي دي درجتي فيه اللي انا بستخدمه، 12. واقل حاجة فيه بتملى وشك كله. من احلى واجمل الكريمات اللي انا استخدمتها، وبدليل ان انا كل ما اخلص العبوة بروح اشتري منه تاني. سعره جميل جدا، مش غالي، لان هو بيقعد معاكي فترة كبيرة، فما تقلقيش، بجد تحفة. وانا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعنا، ويا رب اكون فدتكم بشوية معلومات كده عن كريم ميبيلين، ويا رب اكون قدرت ان انا افيدكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب، ومع السلامة.